اي شيء ارجنتيني مستفز. يا اخي انت خسران دوري ابطال اوروبا، ايش كاس عالم؟ شو قدامك كاس عالم؟ شو تعمل كاس عالم؟ شو تزقفوا له؟ يا اخي اقسم بالله مستفزين انتم. كاس عالم اقلتوا راسنا يا زلمه، يوصل 2070 خذ كاس عالم خلص يا زلمه. انت خسران في دوري ابطال اوروبا اوتوماتيك يا مستفز يا ارجنتيني. شو بدك بكاس العالم؟ شو دخل دوري ابطال اوروبا بكاس العالم يا اخي؟ شو دخل نفسي افهم اكبر شو دخل بالعالم يا اخي؟ والله مستفزين اللاعبين الارجنتين يجلطوني بكاس العالم يا اخي، اقسم بالله قرفونا كاس العالم كله يا زلمه خلاص. يعني لتصحيح امر ما، اوتاميندي ما تعنصرش على فينيسيوس، لا هو شاور له على كاس العالم بس حب يشاوره له من ناحيه البشره، يعني اللي هو انا معايا دي بطولاتي مع المنتخب القاريه، انت بطولاتك مع البرازيل ما فيش. يعني الفكره هنا ان الجمهور البرتغالي قلب ارجنتيني مره واحده وبقى بيتعنصر وبقى بيشجع فينيسيوس يقول له بطولاتك فين ومش عارف ايه ومع اوتاميندي. يعني انا متاكد ومتاكد مليون في الميه ان الحركه دي خبيثه قوي، يعني مش هو قاصد قوي يعني انه يشاور على البطولات. هي الفكره ليه حكام دوري الابطال غرضها كل سنه تعمل شو سبايسي كده للجمهور ايا كان الفريق، لازم حتى لو في ماتش حتى غير مهم هتلاقي فيه لقطه غريبه مثلا مع باريس سان جيرمان، لقطه غريبه ما اعرفش مع موناكو. بس حكام دوري الابطال مطلوب منها ان هي تطلع بحاجه اوف يح كده في دوري الابطال. انا مش قادر افهم النقطه دي بصراحه، وليه بالذات في دوري الابطال الحكم ممكن ياخد منظور اكبر من الفرقتين في الملعب. قد شايف لاعبين اغبياء بحياتي مثل اوتاميندي، ما شايف لاعب غبي يستفز لاعب برازيلي. عندك كاس عالم 3 لك بيليا بتاريخك، بيليا عنده 3 كاس عالم، جاي تستفز فين انت؟ يا الله ما ادري شو السوالف. لاعب مستفز، لاعب خبيث، ما عدا دي ماريا وميسي. ما شفت لي لاعب ارجنتيني عنده اخلاق وروح رياضيه، ما تحسه قدر، ما ادري سبحان الله ما ادري ليش. اركن النتيجه بالقرف ده كله على جنب، انا دماغي بص انا مش مبترل، لا انا مش مبترل. دي جديده في الكوره ان لاعب بيشوط كوره زي كده وبشوطه حلوه قوي جت جون، جت في الشبكه. يعني المفروض بيحصل بعدها ايه بقى لما بشوط الكوره وتيجي في الجون؟ بحتفل بروح ارقص بروح اغني. فينيسيوس خد انذار عشان ايه بقى؟ يعني عشان ايه؟ عشان بيرقص وحش؟ يعني لا يعني مش طموحات الحكم يعني نجيب لك مين طيب؟ لا بجد والله لازم. يعني ايه لاعب خد انذار عشان بيحتفل؟ الكلام ده حصل من 3 سنين ولا من 2 انا فاكر. ساعتها منتخب البرازيل كله طلع ودعم فينيسيوس جونيور، وبقى كل لاعب البرازيل بقى بيسجل بقى بيروح على ركنيه يرقص وعادي. احنا رجعنا للدوامه دي تاني. نيمار اول واحد بعد ما حصل مع فينيسيوس كده سجل وراح احتفل في ركنيه واتصاب. لوكاس باكيتا سجل وراح رقص في ركنيه وبعد كده برضه اتطرد تقريبا. بس الفكره يعني ايه انا اسجل جون اخد انذار؟ لا والشكايه البكايه راحت قالت الحكم ده بيحتفل قدام الجمهور فاديله انذار، والحكم موافق بس هو يتعنصر عليه يوقف الماتش وبعد كده يرجع الماتش تاني. يعني العنصريه بقت يعني اللي يرقص على جون ياخد انذار واللي بيتعنصر بيتحذر. لا وناهيك عن اوتاميندي اتعنصر بقى قدام الكاميرا بشكل واضح والجمهور احتفل والجمهور بسط والحكم برده ما عملش حاجه. اوتاميندي شال التيشيرت كده وشاور على جلده وقال له انا ابيض وانت جدعان. اقسم بالله ده ما منطقي، ده مش منطقي. لا والبجاحه ان البجح ده بيتكلم على كارت احمر على يا عم اتلهي والله العظيم يا جدعان. هي زيطه المكسب اللي فات خلت الناس بقى مستنيه جورجيه مورينيو يعود الى بيته، مش عارف تصريحات مورينيو لما قال له انت لو بيريز كلمك. فككم من البوم طخ ده يا جدعان ما بقاش ياكل. انا اموت واعرف هسوي الغلط بالاحتفاليه يا عمي. واحد برازيلي بيرقص كالعاده، يعني رونالدينيو كان يرقص، مش عارف شو كان يرقص، كل لعيبه البرازيل الارجنتين لعيبه هاي عادي بترقص. طلع الجماهير القذره كيف بتزت عليه الاشياء هاي يا زلمه. اقسم بالله نادي قذر. طلع فينيسيوس ما عمل اشي يا اخي، راح يحتفل عادي عند ركنيه. طب ما هو عادي دائما كل ما يجيب جول بيروح يرقص هناك يا اخي. وبعدين ناقص الرقص، مره اتلتيكو بيعارض، مره هذول بيعارضوا، مره مش عارف مين بيعارضوا، وبعدين معكم هو حر يا عم. جاب جول خرافي خازوقي ناري، هو حر يرقص زي ما بده. وراك ارقص يا فيني، ارقص يا فيني، وراك العب يا فيني، احرقهم يا فيني. مضغوطين من هاي الرقصه، الولد جاي يرقص هلا ليش باجي من هاي الرقصه؟ معقوله ضغط ل 70,000 بهاي الرقصه؟ تبلع من عمك فينيسيوس الفلفل الحراق اللي مدمركم اللي معذبكم اللي ذالكم اللي ابلعوا. يا اخواني بالنسبه لي برضه
كبرشلوني بدي احكي كلمه حق بمدريد. اليوم مدريد يعني سوى عمل المهمه وبزياده زي ما بقول. مباراه الذهاب على ارض بنفيكا في البرتغال نهاها 1-0 برغم استفزازات فيني معروف يا اخوان، لكن فيني صراحه اليوم رجل المباراه بالنسبه لي. اوكي ضيع وشال وحط وعمل وكل شيء، لكن في الاخر جاب جول واستفز الناس. واخوان مدريديه حبايبي، رمضان كريم، خلينا نبدا برمضان فتره هيك نحب بعض. شو رايكم يا اخوان؟ رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ومبروك الفوز. وانتم اصلا يعني هذا بلاي اوف يعني ملحق، يعني انت المفروض اصلا تكونوا من اول يعني ملحق. هذا مش مستواكم يا مدريديه بصراحه. الريال عملها وكسب بنفيكا. يلا بينا نقيم اللاعبين بتاعت نادين. كورتوا والزرافه بالظبط كده، خارج التقييم يا ملك، يا خارج التقييم. ترنج الكسندر اديداس، لا اديداس شكل الاديداس دي اوريجينال، شكلها كده حته اوريجينال، حته افغاني، شكلها كده 7/10. روديجر الكونغر 7/10. دين هيوسن التكني، ايوه كده يا تكني. انت ال5 جي نزل لك ولا ال6 جي؟ ما انت يا ريت نستمر على كده، يا ريت يا تكني نستمر. ايوه كده، ايوه كده يا معلم، 7/10. الفارو كاريراس، الفارو كشكول، الفارو صاحب المدرسه، مناظر المدرسه، صاحب المكتبه، 9/10. مان اوف ذا ماتش بالنسبه لنا. شاوميني براويطه 8/10 من نجوم المباراه، وانا متفاجئ بصراحه، بس من نجوم بدون الكوره او من نجوم المباراه. كامانيكسا العرسه الفرنسيه 7.5/10، جامد ممتاز. فلفل اكبر قرص في الشبراوي، اخيرا رجعت اكبر قرص يا راجل، خارج التقييم. اردا جولر الجبنه الفلامنك 8/10. شيبوب جونيور عشان الهدف اللي سجله بقى، يعني عشان الهدف اللي سجله والعركه اللي عملها مع الجماهير وسفرات الاستيجان دي 7/10. ابن فايزه اللي ما بقتش عايزه 0 يا اسطى. يا اسطى ما تتفاجئش، انت 0. ايوه انت يا ابن فايزه، انت مصدوم بتقول لي انا 0 بس اكراما اللي بقيت الموسم اللي انت عامله، اكراما اللي يعني اكراميه مني عشان بدايه الموسم اللي انت عملتها لحد مثلا من 5 ماتشات، مش هوديك لصبري، مع ان صبري مشتاق بس مش هوديك ليه. والله يا سيدي انا زيك لسه بتمتع بجمال جون فينيسيوس ضد بنفيكا، والار طول اللي حطها عجب العجاب، وحاجه كده من ريحه فيني اللي احنا نعرفهم. ايه بقى، الاقي لك خناقه في نص الملعب وفيني بيجري على الحكم ومحدش فاهم حاجه، لحد ما المخرج يعد لنا اللقطه بتاعت الولد الارجنتيني بتاع بنفيكا ده، هو حاطط التيشيرت على بقه وبيقول لفينيسيوس حاجه، وفي الاخر اتضح انه قال لفينيسيوس وقتها انت قرد. عشان كده فيني اتجنن وراح للحكم بسرعه. الحكم عمل الاشاره دي فيما معناه ان في عنصريه في الملعب، وقف المباراه. الخناقات بعدها دارت وكل عمال يقنع فينيسيوس انه ينزل. الخناقات الجانبيه بقى كان بطلها اوتاميندي اللي راح لمبابي، غالبا كده كان بينزلوا بنهائي الارجنتين وفرنسا. بعدها ما سكتش، ده راح لفينيسيوس في اخر لحظه في المباراه حرفيا، قام رافع له لما اخذ التيشيرت وورى له التاتو ما تقلقش. البطولات اللي هو اخدها مع الارجنتين، بما ان فينيسيوس ما خدش ولا بطوله مع البرازيل، عمال ينكش فيه ويستفزه ولا كانه اخده محتوى. كل اللي فات ده كان بسبب الغضب اللي حصل عند اللعيبه وعند الجمهور. لقطه راس فيني الرايقه قوي، وعارف انت بتحرك وسطك كده زيها بالظبط. يقول لك ان بعد كل اللي حصل ده بلحظات قليله، جمهور ريال مدريد عمل حمله على اكونت الواد على الانستجرام بعد ما تم تغييره، وما تعرفش هو اللي كان ماسك التليفون ولا حد من قرايبه بقى ولا البيت بتاعته، قاموا قافلين الكومنتات على البروفايل بتاعه عشان جمهور ريال مدريد حرفيا مروقه. الوقت ده كان جمهور بنفيكا اصلا عمال يلق كل حاجه بتفكرني كده بجمهور اعرفه توقف، قلعات ماشي، ازايز ميه ماشي، بس الحمد لله بقى ان ما كانش معاهم سكاكين معجون. لقطه ما كده مورينيو كان بيعترض على ان فينيسيوس لازم ياخد انذار تاني، هو اللي اخذ الانذار التاني والحمد لله مش هيبقى على الدكه في البرنابيو. بس يا جماعه حد شاف لقطه فالفيردي مع الولد بتاع بنفيكا؟ اداله حته واحده انا اقولها له في وشه. بس سؤال بجد والله، هو ليه كل ما الكاميرا تيجي على ابراهيم دياز حفيظ دراجه يضحك؟ انا مش فاهم حد فاهمها لي؟ عايز كوره ريال وبنفيكا، عايز متعه ريال وبنفيكا، عايز احداث ريال وبنفيكا، عايز شغب ريال وبنفيكا، عايز فينيسيوس، عايز طرد، عايز ضرب نار حرفيا. ماتش من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 50 كوره في حته، ومن الدقيقه 50 من ساعه هدف فينيسيوس جونيور لحد ما الدقيقه وصلت ل 102 حته تانية خالص. دي كوره ودي مش كوره حرفيا. انت هنا بتلعب كوره فريقين بيتنافسوا عادي، منافسه شريفه جميله. هنا بقى منافسه قبيحه بنت 60 كلب. فينيسيوس بالرغم من كل اللي عمله دوت من ساعه لما جاب الجون لغايه لما الحكم صفر، وبالنسبه لي مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي هو احسن لاعب النهارده في ريال مدريد. هو اكتر واحد كان مؤثر من الدقيقه الاولى حرفيا، من الكره اللي ضيعها تقريبا في الدقيقه 16 اول كره ليه، كان هو اقرب واحد للجون، كان هو ظاهر حتى عن امبابي. الماتش اللي فات لما كان امبابي قاعد دكه كان هو اللي معوضه، وقدر ان هو يجيب بدل الجون جونين، والماتش ده برده بيقدر ان هو يجيب لك الجون وبيدي لك الافضليه في ملعب رخم. ما انتوا مش هترخموا علينا وتطردوا مننا واحد والتاني والتالت وهنسكت لكم. احنا اللي طلعناكم واحنا اللي صعدناكم
واحنا اللي هننزلكم باذن الله بنفيكا. الأغرب من قلة الأدب اللي حصلت من جمهور بنفيكا على فينيسيوس هي حالة الإنذار الغريبة اللي أنا شفتها النهاردة دي. يا جماعة لاعب سجل هدف من أفشخ الأهداف اللي ممكن تشوفها بحياتك، كسر وحط في البعيدة، طبيعي ردة فعله الطبيعية راح يحتفل. يعني الواحد بقاله سنين بيتفرج على كورة وشفنا احتفالات لعيبة بتعقب في الملعب وبتخمس وبترقص دبكة في الملعب، عمري ما شفت بني آدم خد إنذار عشان بيحتفل. أنا ممكن أكون متفهم حالة الضغط اللي عملها جمهور بنفيكا على فينيسيوس عشان يخرجوه من اجواء الماتش، ماشي ممكن اتفهمها كرويا، انما انذار عشان احتفال لا دي غريبه، دي جديده نوفي عليا ما شفتهاش دي. انا مش مرتاح لك. واحد كاتب لك كومنت عجبني والله، قال لك احتفاليه كلمه. طيب ابسط مثال اهو، ابسط قال لك اهو طب احتفاليه كلمه اللي بحب يشاور للجمهور بيقول لهم كلمه حاجه قمه الضحك. الحكم كهرب الماتش كله، لعيبه بنفيكا تربيه مورينيو بقى، لعيبه بنفيكا بقى تربيه مورينيو، قال لك بس هي دي مسكنا بقى في خناق بعض، سيبنا بقى من كل حاجه وسيبنا من كل الحوارات واقعد امسك في فينيسيوس، ازاي تستفز جمهور ملعب بنفيكا، وازاي العلم والرقصه والمش عارف ايه والبتاع، وكله بقى مسك في، سيبنا انا بقى من الماتش والكوره والحوارات. على راي عادل امام قال لك ساب الانجليز والجيوش والمماليك وقعد يمضي على اطباق، بس ساب اللي وراه واللي قدامه وقعدنا ما عملناش حاجه وخلاص. ما قاعدين بقى سيبنا الماتش كله ونقعد بقى في رقصه فينيسيوس جونيور عند الرايه الركنيه، اصل دي فيها اهانه، اصل دي مش عارف ايه، اصل دي، وقعدنا 10 دقايق ولا 12 دقيقه، وجه الواد الارجنتيني اللي اسمه بيستاشيو ده اللي بيلعب في فريق بنفيكا، قام مغطي بقه كده وقال لفينيسيوس ولا هو عمل كده، قال امك. ما حدش عارف امك دي ايه بالظبط، لان ما حدش شاف. الواد برضه ناصح عارف ان في فار، قام حط ايده على بقه وقام شتمه، قال له امك، وهو حط ايده على بقه، ما حدش شاف هو قال ايه. خلاص بعد امك دي الملعب ولع، خلاص قعدنا كلنا بقى. فينيسيوس راح جري على الحكم قال له بص بيشتمني يا ميسي، الحكم قام رافع العلامه دي، اول ما تشوف العلامه دي اعرف ان خلاص هنقعد. انا اول ما لقيت الحكم عامل كده، بص في WWE وفي كرة القدم اول ما تشوف العلامة دي اعرف ان المصيبة كبيرة، ان احنا مطولين مش ماشيين، مش ورانا حاجة. قعدنا بقى، سيبنا بقى اللي ورانا واللي قدامنا وقعدنا. كامل شعبان، رمضان كريم كمان مرة بس روق. ريال مدريد بيفوز على بنفيكا بأرضه، فوز مستحق للصراحة. أداء ريال مدريد كتير كان قوي وحلو اليوم، هدف خرافي من فينيسيوس، ولكن فينيسيوس لاعب تافه وقذر. نزع اللعبة، حط جول، راح تعالى مع الجمهور، نزع اللعبة، ضيع ربع ساعة من اللعبة. تعالى هو اللاعب مدري شو حكى اللاعب، راح ركض لعند الحكم مثل الولد الصغير، هذول الاولاد بيكونوا بيلعبوا مدرسة، انسي لك شو حكى فيه. لاعب تافه، مدرب تافه، حكم تافه. يعني اخذ صفرة فينيسيوس باللقطة هي، فينيسيوس بيستحق صفرة ثانية، معترض، اعترض عليها مورينيو، قام طرده لمورينيو. يعني مستحيل ريال مدريد يفوز فوز نظيف، مستحيل. بس يلا هدول تبعوهم ملحق، نحن ما كثير مهتم فيهم، اللي عم يلعبوا ملحق دوري ابطال. مبروك فوز ريال مدريد 1-0. التوقع تاعي كان غلط، بصح ما نكروش بلي بنفيكا كان خصم شرس لريال مدريد. فينيسيوس جونيور مستعرض به، هذه هي فينيسيوس نسخة البالون دور. احنا الجوار كي يكونوا مليح سواء من الريال من البارسا ملي جد نعطولو الانصاف تاعو. فينيسيوس قدم مباراة مليحة، بس للاسف العنصرية وداروا له جاست بزاف عيان. ها بدا يهضر مع مورينيو بدا يقول له خلاص ادخل السطاد. كما رانا نشوفوا التلميذ تغلب على الاستاذ. مورينيو الله غالب مسكين ما عندوش الادوات يقدر بها يفوز على ريال مدريد، بصح مورينيو لو كان يولي ريال مدريد راح تولي حكايه جديده. مورينيو على بالي بلي كان يولي مع الريال رايحين يرقدوا اوروبا من العصر. المهم مبروك لجماهير ريال مدريد وهارد لك لجماهير بنفيكا. انا ماني فاهم لاعبين الارجنتين فيهم نقص يا اخوان، مو طبيعي. شوفوا اوتاميندي يوري فينيسيوس كاس العالم، مو عارف انه فينيسيوس عنده 5 كاس عالم مع البرازيل، مو هو اللي حققها لكن منتخبه معاه. وبعدين مو بس وراه هذا، لا وراه كمان ميسي جايب كاس العالم. هذا انجاز يعني انه ميسي جاب كاس العالم، منتخبه اللي جاب في الاخير. غير انه جمهور بنفيكا يعني رمى الفيب على اللاعبين، يعني ماني فاهم ايش فيكم والله يا اخوان. اشياء غريبه كانت جالسه تصير في المباراه دي مو طبيعيه.
الظاهر يا فينيسيوس المره هاي وقعت مع اللاعب الخطا، كنت تعملها مع كوكي، كنت تعملها مع اي لاعب من لاعبين الدوري الاسباني وتمشي معك. راح عند اوتاميندي يعني الارجنتينيين اكثر لاعبين مستفزين بالدنيا، رغم اني انا ما بشجع المنتخب الارجنتيني، بشجع المنتخب الاسباني، لكن شهاده وكلمه حق، لاعبين الارجنتينيين قمه الاستفزاز. فينيسيوس قاعد يحكي له من انت؟ رد عليه وحكى له، رفع التيشيرت وفرجاه الوشم. الوشم عباره عن ثلاثيه، وثلاثيه ايش؟ فيناليسما، كوبا امريكا، وكاس العالم. يا اخوان يخرب بيت الجنون، يخرب بيت الجنون. تجيش بالارجنتينيين قسما بالله قمه الاستفزاز، توقعش معهم. وزائد يخرب بيت الجنون يا اخوان. فينيسيوس بيستفز حتى جمهور الفريق، حتى بعد ما سجل هدف عالمي، وانا بعترف هدف عالمي راح استفز الجمهور. مش فاهم فينيسيوس ايش في، يعني ايش العقليه هاي؟ قسما بالله تتعلم من امبابي، والله عقليته عقليه لاعب والله. مين اللي يتعصب؟ ده مباراة رد اعتبار على نفس الملعب ونفس الجمهور ونفس الفريق، تتغلب على ارضك يا ابني. ده الريال يا ابني، يعني بطل اوروبا، مش جديد على فينيسيوس جونيور اللي بيعمله. يعني الجماهير يعني شافت اللي هو عنصريه يا عم، اقسم بالله الماتشات في اوروبا غيرنا، احنا عندنا هيلعبوا غصب عنهم ويشتموا ابوهم وامهم، انما فينيسيوس يعني سيبته فينيسيوس ما فيش شاومين في الناس دي كلها. طرق خشوم على البرتغال وعلى جمهورها وعلى بنفيكا وعلى مورينيو وما عندك كريستيانو اكيد ماشي ملعب هذا الحكي يا ولد. يعني هدف يسجله فينيسيوس يحتفل، الجمهور كله يتنمر عليه. وين صايره؟ وين الاتحاد الاوروبي ما يوقف هالجمهور؟ هالجمهور غثيث، هالجمهور فاشل. واما اوتمندي جايك الفيديو خاص الك، مو تدلل لك. والله فيني ذلكم وذليناكم ملعبكم بين جمهوركم وطرق خشوم، وراح نطردكم من دوري الابطال. ما تعلمونا بتعملوها ازاي؟ بتكسبوا ازاي؟ شكلها ايام زيدان راجع ودوري الابطال هتاخدوه السنه دي. طبيعي اللي الريال يكسب، محدش يقول لي بنفيكا ممكن تعملها. على مين يا حبيبي؟ ده ماتش رد اعتبار، سيبك من الماتش اللي فات ده كان ماتش نقط وخلاص، لكن ده ماتش مصير يعني ذهاب وعوده. مباراة مشحونة ونار وشرار، اوتاميندي يقوم باستفزاز فينيسيوس، يقوم بخلع القميص ويريها الثلاثية التي حققها مع الارجنتين، من ضمنها كاس العالم والكوبا. هذه هي البطولات، هذا هو الوشم. لكن شكرا فينيسيوس يرد في ارضية الملعب، سجل هدف تاريخي للتاريخ، الوعد في السانتياغو برنابيو. اتوقع ما حيعدوا بسلام، حتنتهي 3-4 لريال مدريد. يعطيكم العافية.